دي بقى جزيرة فيفي ايلاند، ودي اجمل جزيرة حرفيا موجودة في تايلاند. الشط ممنوع السباحة فيه من كتر جماله، خايفين عليه من البشر يعني. حتى لو تاخدوا بالكم كل الناس واقفة على اهلا الشط. بكم في فيديو جديد. النهارده هاخدكم معايا في جوله لرحلتي لتايلاند. بصراحه تايلاند فيها طبيعه ساحره واكلات غريبه اول مره اجربها. كانوا 10 ايام مليانين مغامرات. قررت اجمع لكم كل التجربه في فيديو واحد، هتحسوا فيه كانكم سافرتوا معايا خطوه بخطوه. مش حابب اطول عليكم، يلا بينا نبدا الرحله. Hello, Thailand! رحلتنا بدأت من مطار القاهرة، جاهزين ومستعدين ومتحمسين جدا للرحلة. بصراحة أول مرة بقى نروح تايلاند، فكانت حاجة محمسة جدا. اتحركنا وطلعنا على مطار الشارقة عشان كان عندنا ترانزيت 6 ساعات في مطار الشارقة. مش قادر أقول إن هي كانت استراحة لأنهم كانوا وقت طويل جدا صراحة. انا بصراحه ما بحبش الترانزيت الطويل قوي ده لانه بيبقى متعب وبيبقى ممل، وانا ما بعرفش انام في المطار وما بعرفش حتى انام في الطياره. المناظر الطبيعيه اللي كنت بشوفها من الطياره والسماء والحاجات الجميله قوي دي كانت مخلياني برضو مش عايز انام، يعني كنت حاسس ان انا مش قاعد على الفاضي يعني. وصلنا الحمد لله تايلاند، واول حاجه شفتها في المطار كان الروبوت العجيب ده. كان بينظف الارض في المطار وبيلم كل حاجه ولوحده كده مع نفسه. دخلنا البلد، واول حاجه كانت عجيبه بالنسبه لي ان العربيات كلها السواقه فيها من على اليمين. دي حاجه عجيبه جدا، يعني عندنا كل حاجه العكس. فتخيل انت سايق وكل حاجه عندك العكس، يعني حاجه مربكه جدا. برضو الشوارع بصراحه بتاعتهم يعني، والالوان والاشكال والاصوات، يعني طبيعه ساحره بصراحه في تايلاند. وممكن دي جزيره من ضمن جزر تايلاند. وتايلاند بالمناسبه هي مملكه، يعني مش دوله يعني ديمقراطيه وكده، لا هي مملكه. وعندهم دي جزيره من الجزر، ودي اشهر جزيره يعتبر موجوده عندهم، هي بوكيت. بصراحة المناظر الطبيعية اللي فيها حاجة قمة في الروعة. مفيش بقى عندهم المباني العالية والكلام اللي زي كده، لا كلها معتمدة على الطبيعة والجبال وكده يعني. وصلنا الفندق بتاعنا، ده شكل البول كده، ده شكل المكان نفسه من جوه. مكان فيه مطبخ، صالة، أوضة نوم كبيرة بصراحة، حمام محترم. والفيو بتاع المكان برضو حاجة تحفة جدا. يمكن الفيو هو أجمل حاجة بصراحة موجودة في المكان. قررنا بعدها نزلنا الشارع بقى نتفرج على الشوارع بتاعتهم ونشوف الناس ونشوف الجمال الطبيعي ده. لقينا عربيات بقى بتاعة الأكل في الشوارع، طبعا مش كلها حلال يعني، معظمها مش حلال، ولكن بالمناسبة 30% من سكان تايلاند مسلمين، ودي حاجة بصراحة كويسة. ما كنتش بتعب عشان ألاقي مسجد، حتى صلاة الجمعة صليناها في المسجد، بس طبعا ما فهمناش أي حاجة. وهنا كنا بنجرب أكل تايلاندي، هي باستا وفيها ورق شجر كده، تجربة مش وحشة. والراجل ده بصراحة احنا لقيناه في الشارع كده، فقلنا نجرب بقى. طبعا حاجات الشارع دي بتكون هي احسن حاجة، اكتر حاجة لذيذة بصراحة بقى، يعني سيبك من المطاعم والكلام ده. شربنا من عند الراجل المشروب ده وما لقيناهوش تاني اصلا. كان الراجل عامل كده مشروب كوكونات حليب مع حاجة كده غريبة يعني، مع الشاي بتاعه البوبا. فبصراحة كانت حاجة حلوة يعني. وده كان تاني يوم. الفيو الجميل اللي كنت بصحى عليه اعمل فطار واحب اطلع كده البلكونة. وهنا كنت بعوم شويه كده بقى في البول بتاع المكان. الواحد مش هيبقى عنده الحاجات الجميله دي وما يستغلهاش. بصراحه كان المكان برضو الفندق كان مريح نفسيا، ودي من اهم العوامل يا جماعه لما تيجي تسافر لازم تختار مكان مريح نفسيا. ده شكل الشوارع بتاعتهم حاجه مريحه نفسيا برضو. ده كان قريب من البيت، كنا نازلين نتغدى بقى. ده كان مطعم سمك كده او اكل بحر بشكل عام، تختار منه اللي انت عايزه، تختار من الحوض ده اللي انت عايزه ويعملوا لك الاكل اللي انت عايزه. طلعنا على الشط بقى. بصراحه كان الفتره دي كانت اوف سيزون شويه، ما كانش فيه ناس كتير.
ولكن انا كنت حابب اروح هناك عشان اصور، والشط شكله كده مريح نفسيا، والبحر بتاعهم او المحيط يعني شكله جميل جدا يشجع على العوم يعني. طلعنا بقى على الجزر، ناخد بقى رحله كده جميله للمزارات، ونشوف بقى المونكي ايلاند، ونشوف جيمس بوند ايلاند وفيفي ايلاند. بس الرحله بالبوت دي بصراحه بتدوخ جدا، بتخلي الواحد يدوخ، والناس كلها كانت تعبانه، بس بدونا هناك حبايه كده دي بتساعدك انك ما تدوخش يعني، المفروض يعني، بس برضو كنا بندوخ والله بصراحه. وصلنا لاول جزيره واتفرجوا بقى على جمالها. منظر جميل جدا بصراحة، طبيعي خلاب بمعنى الكلمة يعني. هنا بقى وصلنا المونكي ايلاند وبدأنا نتفرج على القرود، وكانت دي بصراحة بالنسبة لي أجمل فقرة. القرود دي كوميدية جدا، تعمل مقالب بقى في الناس وبتعمل حاجات، وتاخد كاب من حد وتجري، تحاول تاخد نضارة من حد وتجري. برضو محتاج تاخد بالك كويس قوي من القرود، ان هما ممكن ياخدوا منك حاجة ويجروا، يخطفوا موبايلك، يخطفوا حاجة. حتى هم هناك الناس كانوا بينبهونا، الناس اللي كانوا مشرفين يعني على الرحلة معانا كانوا بينبهونا من الحاجات دي كويس جدا. يا جماعة خلوا بالكم في اللعب مع القرود، وكمان ما تبقوش عنيفين معاهم يعني مثلا ما تلمسش قرد خالص عشان عيلته ما يجوش يهاجموك وبتاع وتبقى مشكلة يعني، وتلاقيهم جايبين لك ناس بقى وبتاع ويبقى حوار كبير يعني. هو شايف واخدين هنا كاب من حد ومبهدلينه عليه يا عيني، اخرنا الرحلة بسببه وخلاص ما خدناش بقى الكاب ومشينا كده على طول يعني. فدي حاجة لازم تاخد بالك منها كويس قوي. بشكل عام رحلة الايلاندز دي بصراحة كويسة جدا، وبتشوف حاجات جديدة وحاجات جميلة، وهو بيبقى يوم على بعضه. انت بتحجز رحلة، الرحلات دي انت يا اما بتحجزها اونلاين، يا اما بتدخل بيبقى فيه كده اماكن صغيرة في الطريق وانت ماشي في الشارع عادي كده، وانت ماشي هتلاقي فيه مكان عنده بوسترز كده وعنده اعلانات على اماكن فيها رحلات ومهرجانات وكلام زي كده. بتدخل عنده وبتسأله ايه الرحلات المتوفرة، ايه البرامج اللي موجودة عندكم واسعارها ايه. طبعا في اسعار متفاوتة وممكن تفاصل معاهم كمان، بينزلوا في الاسعار. هتختار الرحلات، هتشوف الرحلات وتختار الرحلة اللي تعجبك وتحجزها معاه. ميعاد رحلتك العربية بتجيلك لحد البيت تاخدك، بتكونوا فوق، فهم بيلفوا يلموا بقى بقية الناس يعني انت مثلا واحد لوحدك او انتوا اتنين بيجوا ياخدوكوا، بتلاقي نفسك في الميكروباص اللي بيجوا ياخدوك فيه معاك ناس تانيين اللي هم برضو حاجزين، ويعني واغلبهم كلهم سياح يعني. بتروحوا بقى ايلاند. اول حاجة بيودوكوا مكان يبتدي يشرح لك فيه احنا هنروح فين وهنعمل ايه، وبعد كده تبتدي الرحلة. نزلنا المية شوية بقى بعد الرحلة الجميلة بتاعت الايلاندز دي، وبدأنا نعمل سنوركلينج، وبصراحة شفت انواع سمك وشفت حاجات كنت اول مرة اشوفها في حياتي. الناس كلها نزلت، وكانت فقرة برضو جميلة جدا، خصوصا لو انت بتحب السباحة وبتحب السنوركلينج والحاجات دي يعني. دي بقى جزيرة فيفي ايلاند، ودي اجمل جزيرة حرفيا موجودة في تايلاند. الشط من نوع السباحة فيه من كتر جماله خايفين عليه من البشر يعني، حتى لو تاخدوا بالكم كل الناس واقفة على الشط، مفيش حد يقدر ينزل، في حد امن واقف ورا، اي حد بيقرب للمية بينزل يعني كده بيصوتوا في وشه عشان يرجع تاني. هنا بقى ده جزء من فيفي ايلاند برضو، ولكن ينفع ان احنا ننزل فيه او ينفع ان احنا نقرب منه، نقرب عند المية كده عادي جدا، مش زي الجزء اللي هناك، لان الجزء اللي هناك ده هو اجمل جزء فيها. خلصنا يومنا ورجعنا، كان يوم متعب بس جميل جدا بصراحة، وتجربة أحب إن أنا أجربها تاني وتالت ورابع بصراحة. تايلاند من الدول الجميلة المحمسة والمحفزة إنك تقدر تزورها أكتر من مرة. الناس اللي فيها متعاونين جدا وطيبين جدا، وتحب التعامل معاهم وتحب إن أنت تزور بلدهم تاني وتالت ورابع. هنا بقى المكان ده اسمه Old Town Phuket، المدينة القديمة في بوكيت. المكان أسواق شعبية، وفي كل ما يمكن تتخيله انه يتباع، اي نوع من انواع الشوبينج عاوز تعمله، اي حاجة ممكن تتخيلها موجودة هنا. هو بس عندهم حاجة مش كويسة ان هم بيبيعوا المخدرات في الشوارع يعني، في عندهم محلات مرخصة ان هم بيبيعوا المخدرات في الشوارع كده، او في المحلات يعني تلاقي محل هو فاتح للمخدرات بس يعني، دي حاجة مش احسن حاجة يعني. اكيد مش لكل الناس، اكيد في ناس هتبقى مبسوطة بده يعني.
طبعا في عايز اقول لكم ان جنسيات كتير جدا موجوده، وما شاء الله تايلاند وجهه سياحيه قويه قوي. شوفوا البنت الجميله دي صغيره وبتعزف حلو قوي ما شاء الله، وعايز اقول لكم ناس كتير قوي كانت واقفه تتفرج عليها، كانوا يعني بيحطوا لها بيشجعوها ويحطوا لها فلوس في البوكس اللي قدامها ده وهي بتعزف يعني. كملنا مشي عشان نتفرج على بقية الحاجات اللي موجودة في السوق. في كل حاجة ممكن تتخيلها، جميع أنواع الأكل والفواكه، ولو عاوز لبس ولو عاوز اكسسوارات، كل حاجة ممكن تتخيلها موجودة في السوق ده بصراحة. طبعا بالنسبة للأكل يعني السوق ده كان نسبة 90% من الأكل حرام، مش حاجات مش حلال يعني. بس دي ما كانتش مشكلة يعني، احنا ما كناش رايحين ناكل بصراحة، كنا رايحين اكتر نتفرج ونشوف. عندهم حاجات غريبة جدا، عندهم اشكال وحاجات كده اللي هو ما تتخيلش ان هي ممكن يكون حد عاملها، لا عندهم بصراحة. وبصراحة الاسعار كمان كويسة جدا، يعني اي حد عاوز يعمل شوبينج بصراحة المكان ده حلو قوي للشوبينج بصراحة. هسيب لكم برضو عنوانه في الديسكريبشن، وهو اسمه اولد تاون يعني اولد تاون بوكيت تايلاند. اي حد حابب يعمل شوبينج بصراحة يروح المكان ده، هيتبسط فيه جدا وهيدفع مبلغ زهيد يعني. الاسعار هناك مش صعبة خالص اكنك في مصر. شوفوا برضو في حد تاني بيعزف جيتار اهو. تعالوا ناخد بقى جولة كده سريعة نشوف ايه الاكسسوارات وايه الحاجات اللي بتتباع، ناخد يعني ايه فكرة كده. طبعا لازم نلاقي بصمة من مصرنا الحبيبة موجودة في أي دولة نروحها بصراحة. لازم أشوف بصمة مصرية موجودة في المكان، أكيد أنتوا سامعين. لا احنا كمان محتاجين نروح نشوف بقى، تعالوا بينا نروح نشوف. رحنا نشوف ولقينا فعلا المنظر ده فعلا يعني رقص مصري، بس اللي بترقص مش مصرية، واشك ان هي واحدة اصلا. الموضوع ده لازم تاخد بالك منه قوي وانت في تايلاند، يعني اي واحدة تقف جنبك لازم تشك فيها يعني، لان الموضوع عندهم بقى غريب قوي بصراحة. كملنا مشي بقى ونشوف احسن بقية السوق، احسن من الكلام الفاضي ده. خلينا نشوف كده بقية الحاجات اللي بيبيعوها ونشوف المناظر الحلوة دي بتاع الاولد تاون ونتفرج كده. وده برضو واحد شفناه بيعمل فقرة، تقريبا بيعمل ستاند اب كوميدي، بس هو دمه تقيل جدا بصراحة يعني. محدش كان واقف بيضحك عليه خالص ولا يعني ما تفهمش يعني. هما الناس دي كويسة في حاجات تانية بس مش في الكوميديا خالص يعني. هو زي ما تقول كده بيغني، بس هو بيحاول يعمل كوميديا وهو بيغني يعني. ده اللي انا فهمته من الناس اللي حوالينا، انا طبعا مش فاهم اللغة، ولكن هما لما بيعلقوا يعني بيقولوا الموضوع ده ان هو بيحاول يغير كلمات الاغنية عشان يضحك الناس او يقول حاجات كوميدية. كفايه كده بقى عم بخ، شكرا. يلا بينا بقى نمشي. عايز اقول لكم بقى اسوأ اوقات المطر يعني، هي حلوه ولكن برضو ليها عيوب كبيره قوي. في الشارع المطر بتاعهم فظيع، المطر قوي يعني. احنا مثلا يعني ده المنظر ده دلوقتي كده كان المطر مش قوي قوي، بس برضو ما كناش عارفين نمشي.
فضلنا واقفين مستخبيين كده لحد ما يعني المطر خف شوية ومشينا تاني. وكل ده احنا لسه في الاولد تاون برضو في الماركت يعني. بنكمل فرجة بقى على بقية الحاجات ده شارع الموهوبين بقى، اللي بيرسم واللي بينحت واللي بيحفر حاجات كده كتير يعني. وممكن يرسمك وانت واقف، ثواني يرسمك وانت واقف كده ويديك الصورة. واسعارهم مش غالية برضو يعني، مش اللي هي اوفر. ولو عايز بقى تشتري هدايا وحاجات زي كده، في محلات زي مثلا المكان ده عنده كل الهدايا اللي ممكن تتخيلها بقى، الحاجات تايلاند والحاجات اللي كده. وبيقولك نو فوتو وبتاع، بس سيبك من الكلام ده، خش صور عادي يعني. انا دخلت بالموبايل وقشطة يعني، صورت كل حاجة. تعالوا بقى اوريكوا الكنز ده بقى مكان للشنط والشوز برضو، لكل البراندات الاوريجينال وكل الماركات العالمية اللي ممكن تتخيلها في حياتك، لازم تلاقي لها حاجة هنا. والحاجات دي كلها هي فيرست هاي كوبي، بس عاوز اقول لكم ما تعرفش تفرق بينها وبين الاوريجينال. هما بيقولوا اصلا ان الحاجات دي كلها اوريجينال، بس بما انها مش متباعة للبراند فما نقدرش نقول اوريجينال. يعني الحاجات دي مثلا البراند نفسه الاوريجينال بيصنعها في الصين او في فيتنام او كده، دول بقى مشتريين من يعني كل الشنط دي مكتوب عليها فيتنام، ميد ان فيتنام، وفي شنط تانية مكتوب عليها ميد ان تشاينا. بس الكواليتي بتاعتهم بصراحة ما تعرفش تفرق بينها وبين الاوريجينال. برضو الكوزماتكس وكل ما يخص البشرة والشعر والحاجات دي كلها عندهم حاجات جودتها حلوة جدا واسعارها رخيصة جدا جدا بصراحة. بحيث ان انت لو عاوز تشتري هدايا بقى مراتك منكدة عليك وعاوز تصلحها، تيجي تشتري لها من هنا. بس ده بقى يعني، بس ما تجيبهاش معاك، لان انت لو جبتها معاك محتاج لك كارد يعني، لان حرفيا مفيش حاجة هنا مش هتقولك مش عايزاها. كل حاجة ممكن تتخيلها موجودة، وكل حاجة اسعارها رخيصة جدا. بس يلا بينا عشان انا مش عاوز اطول وقت الفيديو اكتر من كده عشان ما تملوش. جينا الشارع ده بقى بصراحة يعتبر شارع الملاهي الليلية يعني. في كل حاجة حرام ممكن تتخيلها في الشارع ده، بيبيعوا كل انواع اي حاجة تتخيلها، من المخدرات بقى والحاجات اللي زي كده والمشروبات والكحوليات والكلام ده كله. وطبعا بقى الباقي يعني بيبيعوا البنات حتى بيبيعوا. احنا اخدنا جولة كده هناك للفضول بس مش اكتر. وهنا شفنا النسخة البلدي من مايكل جاكسون. هو بصراحة يعني انا حيوم، هم شاطرين بيحاولوا يعملوا اي حاجة يجيبوا منها فلوس يعني. مش عايزين بقى نطول في الاريا دي كتير بصراحة، احنا مخدناش فيها وقت يعني ومشينا على طول. فيلا بينا نشوف حاجة تانية. ورحنا برضو مكان اسمه فانتاسيا. المكان ده جامد جدا وبتعمل فيه عروض وحاجات كده، وهوريكم فيه حاجات حلوة قوي. المكان ده تقدر تقول عليه يعني انه عامل زي دريم بارك كده مثلا، بس بيكون بقى فيه عروض وفيه حاجات كده مختلفة جدا يعني، مع اختلاف بقى طبعا الفرايتي في العروض والحاجات اللي زي كده. ده كان عرض حلو قوي كانوا عاملينه، بس للاسف احنا وصلنا متاخر فصورنا بس جزء صغير منه. قد ايه هم شاطرين وقد ايه هم مجتهدين جدا في العروض اللي بيقدموها، شكلها كده لطيف وحلو قوي يعني. ده برضو مكان فيه ألعاب وحاجات زي كده، واللي هو لو قدرت تنشل ومش عارف تجيب ايه بتكسب دبدوب، ويعني الحاجات دي زي برضو دريم بارك في مصر يعني، نفس الفكرة بالظبط. المكان ده بقى مختلف جدا. المكان ده مكان الفيلة بقى. عارفين ان تايلاند مميزة جدا بالفيلة، عندهم عرض قوي جدا بصراحة للفيلة، بس للأسف التصوير فيه ممنوع.
حاولنا ان احنا ندخل بموبايل، بس هما بياخدوا مننا الموبايلات كلها بره قبل ما بندخل، وبتاخد يعني زي تيكت كده صغيرة فيها رقم الموبايل بتاعك. لما بتخرج بتستلم الموبايل بتاعك من الامن يعني اللي بره، عشان يمنعوا اي تصوير للعرض او اي حرق للاحداث للناس اللي هتيجي يعني بعدكم بكره او بعده او كده. خلصنا اليوم الجميل بتاعنا ورحنا عشان ناكل بقى، فاكلنا في مطعم تركي قريب من الفندق بتاعنا. بصراحة يعني الاكل مش قادر اوصف لكم قد ايه كان لذيذ، وعلى غير العادة الناس الاتراك استقبلونا استقبال مش طبيعي. الراجل صاحب المكان كان كريم جدا جدا. دي كانت رحلتي لتايلاند، من بوكيت بالتحديد لحد الجزر والشواطئ، جزيرة جيمس بوند، في ايلاند. بالنسبة لي كانت تجربة مش هنساها ابدا. اتمنى تكونوا استمتعتوا بالجولة معايا. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان تشوفوا رحلات تانية جاية. اشوفكم في فيديو جديد.